السلام عليكم ومرحبا بكم أحبائي ريحة كوجينتنا. اليوم إن شاء الله باش نعملوا مسفوف للسحور. نودكم وما تشهيكم، اقعدوا معايا للآخر وشوفوا كيفاش عملته. أخذيت شوية زبيب الكمية اللي تحبوا عليها راهو، وخديت شوية تمر هذيك باش نحطها للزينة من الفوق. زيادة كما تحبوا نتوما الكمية اللي تحبوا عليها، ولا استعملوا حاجة بركة، لكم الاختيار. عندي لهنا كيلو كسكسي، مش نحط النص متاعو، يعني مش نستعمل الرطل كسكسي. حطيت فيه شوية ملح وتوا نصب له شويه زيت زيتونه في الكاسك الصغير هذاك نتاع التاي كما تراو. نحط شويه هذيكيه مبدئيا، اما من بعد باش نزيدو راهو الزيت في وقت المرحله نتاع التوفير نتاعو. ندخلك الزيت هذاكيه في الحبيبات الكل نتاع الكسكسي، ومن بعد نسقيه بالماء. الكميه نتاع الماء هاك مش تراو قداش باش نحط، ماهوش برشا، على قد ما يتبلي الكسكسي. ونقعد نبلك الكعبات الكل يلزمهم يتبلوا بالماء، ومن بعد نقعد هكاك نحرك فيه ونحل فيه باش ما يتكعبرش الكسكسي، نحلو الكعابر الكل. ناخو شوش الورد وناخو كعبة عود قرنفل، نحطهم في الكسكيس باش نفوحوا به الكسكسي وتخرج هيك الريحة البنينة نتاع الكسكسي الدياري، اما هو ذا مشري بالسوق. باهي من بعد وقت اللي راه الكسكيس متاعي فار غلي، يعني الماء ولا فيه البخار، وقتها نحط الكسكسي باش يفور. الدرجين الاولانيين اللي باش نفوروا فيهم نغطيو الكسكيس. من بعد نتعداو 4 دراج فار الكسكسي متاعنا. توا تفور مش فار. من بعد نسقيه كما تراو، يلزم السقيه الاولى هذه هكايا بالكدا 2 لوش ولا 3 لوش، وانتي والكسكسي متاعك شنو يتحمل. ما نسقوش من المره الاولى، يعني فرد المره كيكه هاوكا، خاطر مش نسقيو مره اخرى. توا نزيد نكمل نحط عليه شويه زيت اخرى، زيت زيتونه، ونرجعه يفور مرة أخرى. في توا بعد ما حطيته على الكسكاسة كان بعد الدريجين حطيت الزبيب هذاك نغسلوه راهو مغسول بالكدا. الزبيب اللي عندي تري ما يتحملش برشا باش نخليه يفور، يعني نزيدوه ربع ساعة توا هكا وراهو باش نهبطو الكسكسي. الكل في الكل 7 دراج هكاك، نص ساعة يطيب الكسكسي. من بعد ما فورته كما تراو توا باش نزيد نسقيه. هذه السقية الأخرانية اللي باش نسقيها في المسفوف متاعي. نسقيه كما السقية نتاع الكسكسي، ريتو الكسكسي العادي اللي نطيبوه اللي باش ناكلوه الكسكسي متاعنا هكاك. نقعد نحركه هكاك باش لين يشيه هكايا ويشرب الماء متاعو وما يكعبر ليش هكا تراو كل كعبة وحدها. توا نزيد نرجعه فوق المقفول باش ونحط السكر باش يذوب لي، يلزمني نحطه وهو يفور الكسكسي. اختياري راهو السكر، اللي يحب يحط اللي يحب ما يحطش. ونحط فيه 60 جرام زبدة من مصدر حيواني. الزبدة ماهوش شكل الزبدة الأخرى، ليه هذه الزبدة باش يبنن هكا ويعطيكم البنة في الاخر. هاكا نحطهم حتى يذوبوا. وتوا نعمل له رشه نتاع زهر، حتى الزهر زاد اختياري راهو، كان تحبوا تحطوا والا لا، اما هي تفوح ويجي بنين برشا. وهكم كما تراو الكسكسي متاعنا هبطوا ما شاء الله، كل كعبه وحدها، وكسكسي مسفوف تري ما شاء الله، ما يشيح لكمش، يقعد حتى بالنهارين في الفريجيدير عليك تسخن وتاكل ياسر بنين.
وتوا باش نحط الكسكسي متاعي في صحن التقديم ونزين المصفوف، كل واحد يزين كما يحب. انا الزينه متاعي اتو تراوها في الفيديو الاخر ومكبريتوها زاده في الفيديو من المره الاولى. زينته بشويه تمر من الفوق وحطيت فيه فواكه جافة اللي عندكم، واللي ما عندوش حتى كعبتين زبيب وكعبة تمر، ما شاء الله نعمة من عند الله. اللهم دمها نعمة واحفظها من الزوال، وبسلامة في رسالة أخرى جديدة.